خطيرة، في لاعب يجوز ضربات الحرة يمكن يترجم لهدف. في أكثر من لاعب من الفريق اليمني. صالح بن ربيعة بيجيب التصويب، عمر البارك أيضا يجيب التصويب، لكن راح نشوف شو اللي ممكن يصير، كيف ممكن تنفذ هذه الضربة الحرة وكيف ممكن الخطة اللي يستخدمها الفريق اليمني. تصويب وهدف، هدف لليمن، هدف حلو 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 للفريق اليمني الشقيق على المنتخب الصيني بسجل اللاعب صالح بن ربيعة رقم 3 في الدقيقة تقريبا 16 من زمن الشوط الثاني من المباراة. هدف لليمن لا شيء للصين، صدقا غير متوقع، لكن كل شيء جائز في عالم كرة القدم، كل شيء جائز في عالم كرة القدم. هذه الإعادة بالحركة البطيئة والقذيفة الهائلة التي صوبها قلب الدفاع صالح بن ربيعة سكنت في شباك شيكاو الحارس الصيني. هدف لليمن لا شيء للصين، وهذه فرصة في موقع خطير للفريق الصيني، ربما يدرك التعادل، لا لابد من تغطية جيدة. شاي تشين شفنا اللي رفع الكرة، اللاعب رقم 12 هو لاعب سريع جدا ويمتلك مهارة عالية ويجيد وضع الكرة على